ممكن نعمل مشروع القصر بجناينه. ايه رأي حضرتك؟ ازاي بقى؟ اقول لسعادتك، كل يوم بفضل الله عز وجل يتبني لي قصر في الجنة واعمل جناينه واقفله يستناني لما اروح له. ازاي؟ هقول لسعادتك حاجة بسيطة خالص. بصلي 12 ركعة سنة في اليوم والليل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله في كل يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. ال 12 ركعة دول ايه؟ ركعتين السنة اللي مع الصبح اللي هم سنة الفجر، ادي 2 و6 مع الظهر، 4 قبل و2 بعد، او العكس 2 قبل و4 بعد. الاربعه صلوهم على بعض زي الظهر ماشي، او اصليهم 2 و2 ماشي. 2 و6 كام؟ 8. و2 بعد المغرب كده كام؟ 10. و2 بعد العشاء غير الشفع والوتر كده 12. الف مبروك، اتبنى لي قصر في الجنه. يوميا؟ ده يوميا طبعا. ان شاء الله يبقى لي ملايين القصور، وربنا هو الغني مفيش اغنى منه. صحيح. وكل قصر بقى بعمل الجنينه بتاعته. بايه بقى؟ اقول لسعادتك اعمل لي مثلا متوسط 10 فدادين جناين. ما انا مش عايز قصر وخلاص، لا عايز زرع وعايز واطمع بقى زي ما انت عايز. انا طماع جدا مع ربنا. شوفي سعادتك، لو انا ذكرت ربنا، لو قلت سبحان الله 1000 مرة اتزرع لي 1000 نخلة في الجنة. يا سبحان الله. عارفه يعني ايه 1000؟ لو افترضنا ان الفدان فيه 100 نخلة والفدان بياخد 60 70 نخلة، خليه 100 نخلة، يعني انت متخيلة 10 فدادين جناين. القصر اتبنى، سبحت ربنا او استغفرت ربنا 1000 مرة، عملت جنينة 10 فدادين، قفلته مستنيني لما اروح له ان شاء الله الجنة. يلا اعمل المشروع ده.